السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. ان شاء الله النهارده اقدم لكم فيديو جديد عن ازاي تسلقي الفاصوليا في اقل وقت ممكن، بدل ما احنا بننقعها من بالليل لحد الصبح بميه وتاني يوم نحطها على عين البوتاجاز ونولع عليها تاخد لها ساعة ونص ولا ساعتين تغلي. انا هقولك على طريقة سريعة تعمليها بيها. اول حاجة تجيبي حلة فاضية ألمونيا وتحطيها على النار وتحطي فيها معلقة زيت او معلقتين زيت، وتستني لما تسخن وتنزلي عليها بالفاصوليا وتقلبيها زي ما انت شايفة كده، سواء الفاصوليا او اللوبيا برضه هتعمليها بنفس الطريقة الاتنين دول. وتقلبيها تقلبيها لحد ما تسخن خالص، تحسي ان الفاصوليا سخنت خالص. بعدين تجيبي مية سخنة وتدلقيها عليها، تمام، وتغطيها وتسيبيها تستوي كويس براحتها. بعد شوية لو لاحظتي ان هي المية بتاعتها قلت، زودي لها مية مغلية، ما تزودي لهاش مية باردة بس. وبعد ما تزودي لها المية السخنة تغطيها وتسيبيها تغلي زي ما انت شايفة كده ايه. ولو على العين التانية تخرطي البصلة لو انت هتعمليها الفاصوليا في نفس اليوم، ولو مش هتسويها في نفس اليوم عادي، بعد ما تصفيها كده وتبرد من السخونية اللي فيها تحطيها في كيس وتشيليها في الفريزر. وقت ما انت هتعملي اكل تنزليها وتسيبيها تفك شوية على ما تعملي التسبيكة. بس يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده غليت حوالي نص ساعة وانت كاتمة عليها الغطا، شايفة؟ وحسيت ان هي المية بتاعتها قلت شوية، زودت لها شوية تاني وسبتها غليت. وبعد كده جبت المصفى، تمسكي الحباية كده وتقطعيها بالمعلقة فتتقطع. لو مكملين معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش لايك جميل منكم واشتراك في قناتي بنت العمدة ام يوسف. سلام عليكم.